بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين في الفيديو شطة نار جهنم جهنم، حرة موت قوي 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 زيادة عن اللازم. فدول 2 كيلو شطة حمرا من دي. والله انا خدت احتياطاتي زي ما انتوا شايفين، وكنت بكح وانا بشتريها وشرقت منها موت. واحدة تقول لي انت عمال تكحي جامد كده ليه؟ شرقت جامد شديدة شديده. او حطيت كمامه، انا اصلا عندي حساسيه، حطيت كمامه والله. برضو البتاع ده وغسلت ايدي وعقمتها يعني عملت كل حاجه. والايد دنتها 3 ايام مولعه زي ما انتوا شايفين كده. فانتوا بقى بصوا، احنا كنا جايبين دول 2 كيلو. كيلو كنت مره جايباه ب 20، والكيلو التاني جبته ب 15، يعني بعديها بفتره يعني. عشان في ناس بتقول ده هي يعني غاليه، هي مو حلوه ب 15 جنيه، مش غاليه قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا احنا بقى هنعملها هفصصها يعني هقطعها عشان اشيل منها البذر، لان بابا عاوزها من غير بذر. هو اللي بياكل الشطه هو وماما، يعني بس ماما بسيط مش قوي، لكن بابا يعني بيحب الحراق قوي. فهو دي طلبه، يعني هو عاوزها، احنا عاملينها له اساسا. فبصوا زي ما انتوا شايفين بقى، احنا هنقعد نقطع فيها كده. الظهر الجوانتي اتقطع من كتر ما بفتح، ولا ما تعرفيش ايديا دنيتها مولعه 3 ايام. ووشي برضو نسيته، مسكته بالغلط وشي ده، واغسل بصابون، واغسل بجميع المنظفات اللي عندي كلها، حتى الاريال مش غسلت بيه. والله ما نفع برضو. عصرت ليمون وملح على ايدي يعني عشان بيمنع الشطه وحماين الشطه، ما فيش فايده برضو. دنتني 3 ايام ايديا نار. زي ما انتوا شايفين كده بقى، احنا هنقعد نعمل فيها، نقطعها زي ما انتوا هتشوفوا برضو معايا. بصوا احنا هنجيب طبق نحط فيه البذر كده، او عشان ايه بيطير. اصل البذر بصراحه مش بنضرب في الكبه او في الخلط، فبابا منظره مش حلو. بس بصراحه هي لحم، شطه لحم ملحمه يعني. فانا سمعت ان هي شطه مكسيكيه، الله اعلم يعني هي منين. يعني دي ما كانتش بتيجي يعني عندنا من زمان، عمرنا ما شفناها الا من قريب، يعني مش من سنين قريبه يعني، مش كتير. فبصوا احنا بابا قال لي سيب اللحم كده وشيل البذور بس. سيب بقى انت حسب ما بتنقها، في كبيره وفي صغيره حسب ما انت عاوزه يعني. حتى لما لبست الكمامه برضو وعماله كح منها شديده شديده قوي، بتشرق. يعني دي المفروض الواحد يلبس لها جوانتين 3، عشان لو واحد اتقطع يبقى في واحد تاني استبن تحت. هي لو كانت البذر بالضرب كان الواحد عملها من غير ما يتعب نفسه كده، كان الواحد عملها كلها يعني، حطها في الكبة او في الخلاط على طول. بس هو البذر مش بالضرب، فاحنا مضطرين عشان ايه تبقى شكلها حلو برضو، وناخد البتاع ده، اللحم بس. لو انتوا بتحبوا الحار بقى هاتوها واستعملوها. في ناس بتحب الحار، انا استحالة اكل منها ولو نطقت مكانها. زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا خلصتها بقى، دي 2 كيلو زي ما انا قلت لكم. على في قرن بيبقى لونه فاتح، وفي قرن بيبقى احمر داكن، فده حلو وده حلو برضه، مش وحش. انا حاولت على قد ما اقدر اشيل البذر، بس في ساعات بذر بيطير مني بيفط كده لوحده. ف... فكذا واحده جت يعني، بس مش كتير. فانا اضطريت بقى اجيب كيس واعبي فيه البتاع ده عشان حر. فدول حبة توم كده حلوين، يعني راس توم وسط كده، مش عايزين تحطوا توم براحتكم. التوم مادة حفظ حلوة وريحتها نفاذة، وهتمنع معاكي اي بكتيريا او اي ميكروبات لو انت عايزة تسيبيه بره التلاجة يعني. بس هو طالما كمية كبيرة فانصح يعني ان هي تنحط في التلاجة، ان كان في اكياس او برطمانات. انا قلت ايه، اساعد الكبة كده واقطع معاها، لان اما بملى الكبة بتعمل.
ما بتضربش. فانتوا بقى انا الصراحه مليت الكبه قوي، فانتوا مش تملوها في اي حاجه، يعني في الفلفل او في اي حاجه. يعني التقطيع عشوائي كده بحيث ان هي كده كده هتنضرب. شفتوا بتفط هي بصراحه ناشفه وجميله ملحمه، مش طريه، يعني ان هي مثلا دبلانه ان هي هتعمل منك، لا ده صبحه. فعشان كده البذر عمال يتطاير، الفلفل يفط مني برضو. انا بصراحه كنت عايزه اخلص، فعماله املى في الكب. ورجعت بقى ايه لما مليت الكبه حسيت ان هي هتعصر ميه، وانا عايزه الحاجه خشنه، مش عايزاها ناعمه بيوريه، لا عايزينها يعني يبان ان ده فلفل او هريسه، هتشوفوها برضو معايا. فانا ابتديت يعني اشيل منه بقى بعد كده. فلازم الواحد يسيب مساحه في الحاجه عشان ايه تاخد براحه في الضرب. حبه ملح كده عشان خاطر يعملوا معاكي، بس ما كتريش الملح فيها في الضرب. ممكن تحطيه بعديها، ليه بقى؟ الملح بيخليها تنزل ميه زي ما قلت لك برضو. فانا رجعت مريتها تاني زي، فاللي تحت عماله تنضرب، واللي فوق مش طايله الضرب. عشان كده بقول لكم ما تكتروش في الكبه او في الخلاط، الحاجه اللي بتشتغلوا فيها يعني. بصي اهي بتبقى عايمه على الوش. اهي بصوا بقى، انا عاملاها خشنه. انت لو عايزاها هتدنك تضربي فيها هتنزل عصاره معاكي زي ما قلت لك. فبص بس مش فيها مش فيها بتاع كتير، مش فيها بذور كتيره يعني. هتحطوا بقى حبة توم معاها في كل ضربة، انا نسيت احط في اول مرة. فهو كده كده هيتخلط مع بعضه، فانت عايز تحطي في الاخر في الاول براحتك. اهو التوم بقى حطوه، عايز تحطوه من الاول زي ما انا قلت لكم حط. هو كده كده انا هخلط الباقي كله على بعضه، يعني الهريسة كلها على بعضيها. حامية قوي قوي، شديدة يعني، سبحان الله دي حاجة من عند ربنا. بس مش عارفة ايه ده، كمية نار رهيبة. هو التوم مش اتضرب قوي معايا بس حلو يعني، خشن برضه، مش اللي هو بيوريه لا.
اخر حبة ملح بقى نحطهم، وبرضه هنرجع نزود ملح تاني لو عاوزين، يعني هنلفها بقى بالملح برضه في الاخر عشان ده ما يعصرش اكتر من كتر الملح هيخليها تعصر ميه. اهي خلصناها الحمد لله. عشان كده لما بتحطوها على المخلل بتلاقوا ان المخلل احمر، يعني نزل لون، لان هي لما زي ما قلت لكم لو عصرتوها هتنزل معاكم ميه، فالميه دي حمرا برضو هتبقى حاميه، بس بقول لكم يعني انا لقيت الطبق ضيق مش هعرف اتحكم فيه. بصوا العصاره والميه زي ما قلت لكم كده بقى، عشان نقلب التوم في بعضه كده، وبرضو لو عايزين نرش حبه ملح هنرش اللي عاوز يعني. وبعدين احنا بنحب الحاجه خشنه، مش بنحب الحاجه يعني معموله جامد. بصوا انا حطيت برضو حبه ملح عشان خاطر ما تعصرش في الكبه، فانا كنت حاطه معلقه واحده. تعبيها بقى في برطمانات او بتاع ده، او اكياس، اي حاجه عندك يعني. كده ايه، ما تسيبيش فيه هوا يخش فيه، حاولي تدكي زي ما انا بدك كده البرطمان واخبط عليه عشان ما تعملش فراغات وتاخد هوا معاكي. بصوا البتاع ده انا خليت العلبه ليه احتياطي، لو هم عايزين اكل احط لهم من العلبه الصغننه دي، الباقي كله اديته لهم، ده مولع. نار يا رب والله. بصوا بقى انا هحط زيت دي برضو ايه عشان يعزل الهوا خالص ما يخش، لو دخلها هوا ما تعفنش برضو، احتياطيا يعني. وهنحط كيس برضو ونغلق جامد. استك بقى فلوس كده او اي حاجه ونقفلي برضو على الكيس. حطيتيها بقى بره على الرخامه كده في المطبخ، حطيتها في الضرفه، حطيتها في التلاجة، يبقى برضو ايه مش تكرف من اي حاجه خالص، ومنه ما تبصي معاك من اساسه. هو الغطيان محكمه طبعا، بس انا بقول يعني برضو ايه زياده تاكيد يعني. ممكن يكون غطا مشروخ وانا مش شايفه مثلا، بس هو مش في حاجه مشروخه، بس انا بقول لكم يعني مثلا يعني. هو انا كنت حاطه الليمون ده بقى، كنت بقى غسله ايدي